الثدي له انواع كتير من العمليات، طرق كتيره جدا تطورت على مدار التاريخ يعني الطرق دي، لكن كلها في النهايه مبداها واحد. ايوه، ان احنا بنصغر الثدي عن طريق زي رسومات هندسيه. احنا بنحاول الثدي الكبير بيبقى مشكلته الحجم الكبير وانه ساقط، اللي بنسميه سقوط للثدي تحت. فبنحتاج نرفعه لمكانه الطبيعي ونصغر الحجم عن طريق جروحنا بتتعمل بطريقه هندسيه في الثدي، بحيث ان احنا بعد ما نشيل الجزء اللي مراد استئصاله من الثدي تصغيره، لما نقفل الجروح على بعض هندسيا ترجع تاني ترسم الشكل الدائري الطبيعي للثدي. وفي نفس الوقت هل بتشيله من كل مكان يا دكتور؟ لا، يعني هو مثلا من فوق ومن من الجنبين ومن تحت، ولا بيبقى فيه جزء معين كله من ممكن تحت كله من تحت؟ كله من تحت. طب ده ما بيغيرش المنظر؟ ما هو ده بقى اللي بقول لحضرتك، ان بيبقى فيه رسومات هندسيه معينه لطريقه التصغير، بحيث انه في النهايه لما يتقفل الثدي يرجع تاني للشكل الطبيعي الدائري بتاعه، ما تحسيش ان هو اتشال من ناحيه واحده من الثدي، لكن هو كل الازاله بتبقى من الجزء الاسفل من الثدي في معظم الطرق الشائعه للاستئصال يعني. وفي النهايه بيبقى الشكل طبيعي تماما. طب دكتور، بيقال يعني هناك بعض الاطباء بتبقى فتحه العمليه احيانا بتبقى تحت الصدر، وفي ناس بتعملها حوالين الحلمه. يعني انهي الاحدث فيهم؟ يعني هو الكلام ده اساسا ما ينطبق على حالات تكبير الثدي مش تصغير. تكبير. التكبير هو اللي اساسا بيبقى فيه هذا الجزء، لكن التصغير برضو ليه طرق كثيره من الجروح. في طريقه اللي هي بيبقى بنسميها زي حرف تي مقلوب بالانجليزي، اللي هو بيبقى فيه جرح بالطول في الثدي وبعدين جرح تحت الثدي. وفي طريقه ثانيه اللي هي بيبقى جرح واحد بالطول وبيلغوا تحت الثدي خالص، وفي طريقه زي ما حضرتك بتقولي بيبقى الجرح حول الحلمه. ده في التكبير، في التصغير برضه في التصغير. لكن اللي بيقرر نوع العمليه مش هي مين الاحدث من مين، هو كلهم في عمر واحد تقريبا. لا، اصل لو هو حوالين الحلمه بيبقى ما مش باين خالص اعتقد، مش كده؟ لكن مش كل الناس يعني بيبقى مع نفس دايره الحلمه فما بيبقاش بالظبط، ولكن مش كل واحده ينفع لها كل انواع الجروح. يعني عشان اقدر اعمل الجرح اللي حوالين الحلمه لازم يكون حجم الثدي حجم معين، لو زاد عنه ما ينفعش، لان احنا لازم زي ما قلت لحضرتك بطريقه هندسيه نعيد تدوير الثدي مره اخرى بحيث انه يبقى شكله طبيعي. وبالتالي الاختيار هي مش احدث واقدم، هي الاختيار على حسب حجم الثدي ونوعيه الحاله، كل حاله لوحدها. يعني هو كبير زياده عن اللزوم ما ينفعش حوالين الحلمه. ما ينفعش. لازم من تحت، ما نقدرش تدينا كميه الاستئصال اللي احنا محتاجينها. وفي طرق حديثه برضه تستعمل في حجم متوسط، اللي هي الجرح الواحد من غير جرح من غير حرف التي. ده برضه ما ينفعش في الاحجام الكبيره قوي، ينفع في الاحجام المتوسطه اللي هي ما بين دي وما بين دي. فهي طرق كثيره تعتمد على حكم الطبيب على الحاله نفسها، مش على مجموعه حالات. طب بالنسبه لشد الثدي، حضرتك بتقول لو الثدي ساقط بيتشد، بتعملوا ايه؟ بتشدوه ازاي يعني؟ شد الثدي ده نوعين، او رفعه قصدي. ما هو رفعه في نوع بيحتاج معاه عمليه تصغير، لان احنا قلنا كل عمليات تصغير الثدي يبقى الثدي كبير وساقط، فهي من ضمن عمليه تصغير الثدي هي عمليه رفع الثدي. لكن ساعات يبقى الثدي مش كبير لكن ساقط، وبالذات ممكن بتحصل بعد الحمل والولاده والرضاعه. بعد الرضاعه المفروض حجم الثدي اثناء الحمل والرضاعه يكبر، وبعدهم بيصغر اوتوماتيكي لحجمه الاصلي ده الطبيعي. في بعض الاحوال ومش قليله انه بيصغر اكتر من حجمه الطبيعي، بيغضب ويحصل له سقوط. ففي هذه الحاله هيبقى الرفع معاه مش تصغير، تكبير. يعني تكبر وترفعه. طب بترفعوه ازاي؟ يعني قصدي اقول بايه؟ بخيوط يعني ولا ايه؟ لا، برضه بطريقه هندسيه معينه، ان احنا بنعمل جروح بننقل مكان الحلمه اللي سقطت لتحت دي مكان اعلى. وبالتالي برضه بنفس الرسمه الهندسيه اللي احنا عاملينها، لما بنقفل الجروح ترجع تدي الشكل الدائري الثاني للثدي، بس بعد ما نكون شدينا الجزء الثاني من الثدي. بتشدوه ايه ازاي؟ بغرز من داخل من جوه. بترفعوا نفس الجلد يعني ولا لا ايه؟ النسيج غدة الثدي نفسها مش الجلد، ما هو تحت الجلد. بخيوط يعني. بخيوط طبعا. بتترفع لفوق بخيوط. وفي احوال كثيره جدا بنحط معاه جهاز تكبير للثدي. لانه بيبقى لكن لو كبير الثدي طبعا لا خلاص، لو كبير يبقى دي جزء من عمليه تصغير الثدي، ما تبقاش عمليه منفصله، هي جزء من عمليه تصغير الثدي تتضمن رفع الثدي. لكن لو في ما فيش الثدي مش كبير، الثدي صغير، يبقى هنعمل عمليه تكبير ومعاه شد. بعد نحاول نعمل شد بس من غير لا تكبير ولا تصغير. طيب دكتور، هل العمليه دي ليها مضاعفات؟ يعني ممكن يحصل مضاعفات؟ التكبير ولا التصغير؟ نقول ده ونقول ده. يعني لو بالنسبه للتكبير على التكبير تصغير. التصغير هي اساسا مشكله طبيه اصلا. يعني حجم الثدي الكبير ده في حد ذاته مضر. ملوش مضاعفات. ازاله الثدي الجزء الكبير ده ملوش مضاعفات. انما في بعض الانواع ممكن تؤثر على الرضاعه فيما بعد.
وفي بعض انواع العمليات لا تؤثر على الرضاعه. في التصغير تأثر على الرضاعه ازاي؟ يعني ممكن في بعض الطرق للتصغير تخلي الرضاعه ما تحصلش. ليه بقى؟ لانها بيبقى في عمل جراحه في القنوات اللي بتوصل اللبن يعني بتوصلك. لكن في كل الطرق الحديثه اللي احنا بنستعملها دلوقتي العمليه لا تؤثر على الرضاعه.